ممكن تعادل، والله يعلم. يعني اشوف ان نتيجه المباراه ممكن تكون تعادل. انت بتطلع على الفريق ترجح على التعادل. التعادل ما بيخدمهم كثير على ما يخدمهم كثير، بتطلع على الفريق، ولكن انا اتوقع كذا. هذه يعني اللقطه انتم طلبتوها نعم. الماضيه، في الجلسات الماضيه في الدكه. الان الاشاره الى اللي بيعمله هذه اللقطه بالتحديد، جمعه سعيد مهاجم نادي. طيب هذه اللقطه ما طبعا هو خذ الانذار على هذه اللقطه. انا لا، خذ الانذار بعد ما صارت الاشكاليه ودخول بعض الاداريين. طيب. ولكن بما انه هني مراقب عبد الرحمن لك اي تعليق؟ مراقب دولي. انا ما كنت بغيت اعلق حقيقه، لكن اعادتها حقيقه انا اشوف واجب التوضيح. انا اجزم لو ما صارت الحركه من جمهور ردة فعل الرمي اللي ردة فعل والاخوه الاداريين وصارت الهيصه، كان مر الحدث هذا بدون انذار. طيب لان الرجال احتفل ومر، لا وقف امام جمهور ظفار ولا وقف امام دكه الاحتياط ظفار، وحركه مثل هذه ما اعتقد انها ترقى الى الانذار. وانا يعني متاكد انها ما كان انذر لولا الاحداث اللي صاحبها. يعني انذار موجه؟ لا يمكن ترى بشكل غير مباشر. الحكم اجبره الاحداث اللي صارت. طيب. فانا طيب قارن بهذه اللقطه، قارن بهذه اللقطه عبد الرحمن. اذا حد يلوم انا الوم حقيقه الجمهور واداره دكه الاحتياط. لا بس خطير ابو عبد الرحمن الكلام اللي تقوله، اسمح لي. اذا كان حكم ردة فعل. لا انتم الان طلبتوا هذه اللقطه. ايوه من الاسبوع قبل 3 لا بس خلينا مع لقطتين. لا خلي عبد الرحمن. اللقطه الاولى شفتوها أيوه. ابو مالك بهذه اللقطه عشان نعيدها وبعدين نتكلم. خذ راحتك. لا بس جمعه سعيد، مباراه فنجة، جمعه سعيد فار من هذه. جمعه سعيد لازم ترجعوا اللقطه كامل، حتى وقوفه امام الكاميرا او امام الجماهير وهو يعمل حشاكم بحركه، لازم تكون كامل اللقطه، لان يمكن ابو عبد الرحمن ما لاحظ اللقطه، لان لقطه لا جمعه سعيد. لحظه انت لا ما اللقطه واضحه، كانت واضحه بالنسبه لنا. لا في تكمله لها ما الحذاء خلاص مع الحذاء يقول لك ما كانت هي السبب. يعني هذه اللقطه هو ايضا نفس الاشاره الى موضوع هذه الجمهور. يعني احتفال انا اشوفه عادي. يعني لقطه عاديه تصور، ما تلقى الى ذاك. وانا متاكد لو ما صاحبتها الاحداث هذيك ما كان صار شيء. اي بس ترى هي الخطوره هنا كمان اذا كان ردة فعل الحكم تاثر يعني بردة فعل. لا يعني هو تقدير الحكم الان هناك انت صارت ربشه، كان لازم ياخذ موقف. يمكن يكون الحكم فكر على انه راح يهدي بالحركه هذه. القرار راجع له حسب تفكيره وحسب يعني قراءته هو حكم على قراءته للاحداث اللي بتصير. بس تعتقد الان لو يعني احنا نطلع حركتين يعني وجدناها، حركه جمعه سعيد. لا هذه اللقطه اللي بغيت. ايوه هذه الحركه خلينا تستمر حتى الاخير. شوف يومي يعني ما هذيك الحركه. لا حركه الحذاء هذه يعني قبل صار. لا هو واضح انه على حركه الاشاره باليد اللي عملها. نعم. لان هو يعمل اشاره اليد كانت ترمى من الجماهير زجاجات الماء على شو اسمه على اللاعب. شوف اذا كان الكلام اللي تفضل فيه ابو عبد الرحمن كردة فعل الجمهور كردة فعل الجمهور اجبرت الحكم انه يعطي انذار جمعه سعيد، اذا هذه ما ردة فعل هي تقييم للاحداث اللي صارت. فيمكن يكون مجبر انه يتخذ قرار. تعذره يعني؟ انا اعذره. انا اعذره صحيح. تعذر الحكم؟ نعم. لا انا ما اعذر الحكم. تعذره بس ممكن يتسبب في حرمان اللاعب من مشاركه في النهايه. هذا الانذار هو على الحديث. هو ما نتمنى انه يكون في كبش فداء ابو عبد الرحمن. هو ما نتمنى انه يكون كبش فداء. احنا ما نريد نسمي الاسماء يعني اللاعبين باسمائهم، لكن لا ما يعني الان احداث صارت من المدرجات، يعني من حركه من لاعب وصارت احداث في المدرجات. الحكم على اساس يهدي هذه الاحداث انه يشهر بطاقه صفراء ويشهر بطاقه حمراء، لابد ان البطاقه الحمراء والبطاقه الصفراء عندما يشهرها لها مسبباتها. اذا كان المسببات، اذا كان هذه اللقطه الان لقطه متشابهه ولا هنا اعطى انذار اكيد لا اسبابها لا معطياتها، عنده مساعدين، عنده كمان طاقم بيتشاوروا. يعني وجهه نظري يمكن يكون عنده اسباب. ايوه قد هني شوفي نقطه مهمه. بس انا بالنسبه للحركه لولا الاحداث هذه لولا صارت الاحداث ما كان اعطى. يمكن يكون من خلال الاحداث صارت احداث ثانيه. هي كان لقطه طبيعيه. لا لقطه طبيعيه. ما لا يعني بالوضع الطبيعي انه ما في لا ترقى الانذار. لا ترقى الى انذار. يمكن يكون انذار شفوي ممكن، لكن ما اتصور ترقى الى الحين تذكر كنا يوم تكلمنا عن هذه اللقطه، تكلمنا عنها على اعتبار انه في ما تكلمنا عن اللقطه الاولى اللي الحركه باليد، كنا تكلمنا عن لقطه الحذاء. لا الحذاء أيوة تبريرها معروف. فاحنا الان نتكلم والطرف الثاني
ما نعرف ايش وجهه نظره، سواء كان الحكم بالذات او حتى المراقب المباراه، مراقب الحكام او احد من الاخوان في الاتحاد اللي لجنه الحكام يفسرونه، لان دائما عندما تكتب الانذار تكتب مقابل الفعل اللي ارتكبه اللاعب. فنتمنى اذا ما اليوم بكره ان الاخوان في لجنه الحكام يبينوا ان الحكم اللاعب جمعه سعيد الحكم اعطى اللاعب انذار بسبب حركه اليد، بسبب طيب انا بقول شيء ثاني. دقيقه بس ابو خالد اذا سمحت لي، بسمح لك تفضل. لان ما ممكن اليوم نكتب سطر ونترك سطر. المباراه فيها اكثر من حدث واكثر من مشكله. اكثر من حدث واكثر من مشكله. اليوم انت عاقبت اللاعب بالانذار، ولكن نفس الشيء في رمي من قبل الجماهير، نفس في دخول اداري نفس الشيء، لانه صحم تعاقب. في الهدف اللي لغى وشيء، وكان في رمي على الجانب الاخر هناك من نعم بالنسبه للحكم. لا انا بسال شيء واحد. لا طيب وين الموضوع ابو عبد الرحمن؟ يمكن طلال انتم اقرب. موضوع التقارير انها توصل لجنه المسابقات الى الانضباط. نعم. الان باقي من الدوري بالنسبه للظفار بكره، والظفار بكره يعني يلعب خارج ارضه. نعم. وتبقى المباراه واحده في الدوري، يعني ما شفنا عقوبات ولا شفنا ايش اللي صار في الموضوع. هو شوف الان مثل ما الان الدكه في حاله انعقاد دائم، يفترض ان لجان الاتحاد خاصه في هذه الفتره تكون في انعقاد دائم. صحيح. على اعتبار انه ما في تاجيل، ما في يعني ما انتظرنا والله لجنه الانضباط يعني بغالها اسبوع او اسبوعين لغايه ما يصدر قرار او الاخر. فاعتقد، وانا ما اعتقد اجزم ان الاخوان في الاتحاد يتعاملوا مع هذه المواقف اول باول. اما اذا كانت تاجل يعني تاخر اتخاذ القرار. وين اول باول ابو فيصل؟ نعم. وين اول باول؟ قاعدين وين اول باول؟ هذا الحدث صاير في الكاس، في المربع الذهبي في الكاس، يعني بدايه الاسبوع الماضي يوم الاحد الماضي، ولعبت جوله. اليوم احنا الحين اسبوع كملنا، وين اول باول؟ لا شوف، وش الحدث؟ يمكن صدر شيء قرار واحنا ما وصلنا. وينه؟ لا لو في شيء كان بيرسل الاخوان متواصلين. لا شوف، انا من واقع تجربه